السكوت ساعات بيبقى أعلى من أي صوت، أما الضحكة فممكن تبقى مجرد ستارة مستخبية وراها دمعة لسه ما نزلتش. في بيت شكله عادي عايشين ناس زيي وزيك، بيصحوا وبيناموا بيردوا على نفس السؤال المعتاد بتاع كل يوم: ازيكم؟ دايما الرد بيبقى بابتسامة محفوظة وبكلمة واحدة: تمام. بس الحقيقة إن ورا كل باب في قصة محدش يعرفها. في حد بيحاول يتماسك علشان ولاده ما يخافوش، واحدة بتضحك في وش الدنيا وقلبها مكسور من جوه، في أم بتخبي الوجع علشان ما تقلقش ولادها، في أب بيمشي كل يوم وبيعدي من قدام الناس وهو ثابت، ولكن في الحقيقة هو بيقع كل يوم بالليل من كتر التفكير. كل بيت فيه خناقات ما اتقالتش، في أحلام اتدفنت، وفي ناس مشيت وناس فضلت بس عمرها ما رجعت زي الأول. في ناس اتعلمت إنها تمثل إنها قوية، وناس تاهت في الزحمة، وكل يوم دايما اليوم بيبدأ عندها بنفس الجملة: ازيكم؟ ونفس الرد بيجي: تمام. لكن بين ازيكم وتمام في 1000 حكاية محطوطة على الرف، محدش سمعها ومحدش حاسس بيها إلا اللي عاشها. فلو عديت على بيت وشفت الضحكة، اوعى تحكم عليه. ممكن تبقى الضحكة دي بتحارب بيها الحزن، ممكن تكون دي الطريقة الوحيدة اللي فاضلة علشان الحياة تكمل وتعدي. لأن فعلا كل بيت فيه حكاية، مش كل حكاية لازم تتقال. في بيوت النور فيها دايما منور، بس جواها ضلمة، ضلمة الوحدة والسكوت اللي طال سنين ما فيهوش ولا كلام ولا حتى عتاب. في سراير بيتنام عليها بس في أرواح برضه بتفضل سهرانة، دايما بتفكر وبتتوجع وبتحاول تفهم هي فين وازاي وصلت لكده. في شبابيك بتتفتح كل يوم الصبح عشان الهوا يخش لها، ولكن في قلوب بتفضل مقفولة والهوا عمر ما بيعرف لها طريق. القلب بيفضل مقفول زي ما كان مقفول من زمان، يمكن من ساعة ما اتكسر أو اتوجع، ويمكن من كلمة كسفته عمره ما رجع زي الأول، يمكن وعد ما جاش وما تحققش. في أطفال بتضحك في صور بس دموعهم بتنشف في الكتب، كل سؤال ما تسألش بقى هم بيشيلوه لوحدهم. في ستات لبست عباية الصبر سنين وقالوا عشان الولاد، علشان البيت، علشان ما يتقالش علينا حاجة، وبين كل علشان والتانية كان في جزء منهم بيموت. في رجالة شايلين فوق طاقتهم، ساكتين وبيمشوا من نفس الشوارع وكأن مفيش حاجة، ولكن في الحقيقة اللي جواهم هم عمرهم ما قدروا يشيلوا لوحدهم. في ناس كبيرة قاعدين في هدوء، بس السكون والهدوء عمر ما عرف لهم سكة. دايما بيبقى انتظار حد يسأل عليهم، حد يفتكرهم، حد يفتح لهم باب الحكاية اللي اتقفلت قبل أوانها. في المرة الجاية لما تسأل حد وتقوله ازيك، خلي بالك عشان الرد مش دايما بيبقى الحقيقة، والابتسامة مش دايما هي الراحة، ساعات بتكون عبارة عن جدار وحيطة بنستخبى وراه عشان لو اتكلمنا ممكن ننهار. وعلشان كده اسمع ولكن بقلبك، وافتكر ان كل بيت فيه حكاية، بس مش كل بيت لقى اللي يسمع. في حكايات ما بتتصورش ولا تتكتب في بوست ولا بتتحط في ستوري بموسيقى حزينة. في وجع كأنك ماشي على إزاز بس لابس وش جلد يخلي الناس تقول شايفين ده أقوى من الظروف. في ناس قررت تكمل مش عشان عايزة تكمل، بس علشان مفيش قدامها رفاهية التراجع. اللي وراهم دايما محتاجينهم واقفين حتى لو رجليهم مش شايلاهم. جوه بيوت كتير في كراسي فاضية بس ريحة صحابها لسه موجودة في الهوا. ناس مشيت بس صوتهم لسه عايش في تفاصيل المكان، في الكوباية اللي دايما كانوا بيشربوا فيها، في المفتاح اللي سايبينه في نفس المكان، في الدعوة اللي اتقالت من قلبهم قبل ما يغمضوا عيونهم للأبد.
في رسائل مكتوبة بس عمرها ما اتبعتت، وفي حاجات اتحبت بس بسكوت، واتوجعت في السر واتدفنت من غير ما حد يحس بيها. أما أغرب حاجة فهي إن معظم الناس بقت تتقن دور أنا كويس، زي ما الممثل بيحفظ دوره قبل دوره في الفيلم، مش علشان بتضحك من جواك، بس علشان انت اتعلمت انك لو اتكلمت مش شرط حد يسمعك. البيوت مش دايما بتتكلم، بس بتلم وبتخزن وبتشيل وبتسكت، والحكايات بتستخبى في هدوم محطوطة في ظهر الدولاب، في صور مش باين اللي فيها ومش باين ايه اللي حصل بعدها، وفي صوت دافي دايما بيقولك أنا جنبك، ولكن للأسف الصوت ده ما بيفضلش. مش لازم كل بيت يبقى مليان مشاكل، بس كل بيت بيجي عليه لحظة لو بان فيها على حقيقته الدموع هتنزل، والقلوب هتحكي اللي عمره ما اتقال ولا اتحكى قبل كده. مش عشان حد يحكم عليهم، بس عشان نعرف ان الهدوء ساعات بيبقى صوت الصرخة اللي مخرجتش. بالرغم من كل ده في حاجة غريبة بتحصل، الناس بتقوم من تاني وبتصحى كل يوم، تلبس، تجهز فطارها، بتضحك على أي حاجة بسيطة وصغيرة، بتحضن ولادها وتكمل. الحكايات اللي جوه البيوت صحيح تقيلة، بس فيها جمال، فيها لمة على ترابيزة حتى لو الأكل بسيط، فيها صوت ضحكة طلع رغم التعب، وفيها لمسة بتطمنك إنك مش لوحدك. في جمل ممكن تتقال كل يوم شكلها من بره يبان عادي، بس دايما بتحمي القلب من إنه ينهار. وصلت بالسلامة، كلت، اصحي يا حبيبتي انت اتأخرتي، هستناك. الحياة مش وردي، بس فيها لحظات لو بصيت لها من بعيد هتحس ان كل حاجة كانت مستنية اللحظة دي. البيوت ايوه فيها وجع، بس كمان فيها حنان، فيها حب، فيها جمال، وفيها صبر، فيها ناس قررت تكمل بالرغم من كل حاجة وأي حاجة. لو قابلت حد وقالك أنا تمام، ابتسم له ابتسامة بسيطة واحترم رده، وخليك دايما فاكر كل بيت فيه حكاية، ولكن كمان في كل بيت في نور حتى لو بسيط وصغير، بيكفي ينور طريق لحد تاني. اللي بين سطور البيوت هو اللي بيخلي الحياة تستاهل إننا نعيشها. مفيش بيت فاضي من الوجع، ولا بيت فاضي من الأمل، في سكة كل يوم بنمشيها، وبين كل خطوة والتانية في حكاية متشالة في قلبنا، محدش شايفها ولا حاسس بيها، بس رغم السكات في كلمة دايما بتتقال جوه كل بيت: هنكمل. هنكمل مش عشان احنا أقوياء طول الوقت، بس عشان في ناس محتاجانا، وفي ضوء صغير لسه بينور. اسمع القلوب مش بس الكلام، كل بيت فيه حكاية يمكن تشبه حكايتك، بس وسط كل الحكايات دي في خيط نور بيعدي من شق التعب، خيط ممكن يكون رفيع بس يكفي ينور أوضة كانت غرقانة في العتمة والضلمة. في ناس رغم كل اللي مر بيهم لسه بيحاولوا، لسه بيحضنوا ولادهم وبيضحكوا من قلبهم حتى لو جواهم مليون وجع، لسه بيحلموا حتى لو الحلم بسيط. كوباية شاي بالنعناع في هدوء، ضحك على وش اللي بيحبوه، ساعة نوم من غير قلق. يمكن دي أعظم الحكايات، إنك تقع وتقوم، تضعف وتكمل، تتألم وتحب من تاني. جوه كل بيت فيه لحظة عدت خلت الكل يفتكر يعني إيه رحمة، يعني إيه ستر، يعني إيه لما تلاقي اللي بيقولك أنا جنبك مهما حصل تحمد ربنا. البيوت مهما ضاقت بيفضل فيها مكان للنور، حتى لو شباك صغير يكفي إن يدخل منه نهار جديد. فلو حسيت يوم إنك لوحدك، افتح قلبك للحظة صدق، ابتسم واضحك حتى لو دمعت، وقول لنفسك بكل يقين لسه الحكاية مخلصتش ولسه النور جاي. أنا محمد حلمي، وانت كنت بتسمع حلقة من حلقات بودكاست غاوي حكاوي.